ومكملين معاكم على شبكة همسة ومجلة همسة ومهرجان همسة الدولي للآداب والفنون الدورة الرابعة. معانا الأستاذة الأديبة والشاعرة التونسية شادية القاسمي. بنرحب بك في مجلة همسة. أهلا وسهلا. أنا سعيدة جدا أني أحلق من تونس لأكون اليوم في مصر وأشارك في مهرجان همسة الدورة الرابعة لهذه السنة 2016. أنا عايز أقول لك بمناسبة كلمة أحلق دي، أنت أخف ضيفة على قلبنا. الله يخليك. أنا سعيدة. ربما الجميع يقول أن عندي دم مصري، ربما كان للتلاقح التاريخي بين مصر وتونس أهمية أنه يقرب بين الشعوب، وأنا سعيدة أن أكون بينكم وأكون من تونس وأحس أنني في بلدي مصر. بالأمس في الندوة الثقافية شعرنا أن 25 شاعر وأديب على المنصة ليس بينهم أي حدود سياسية ولا باسبورتات. طبعا الثقافة دائما ما تلغي الإيديولوجيا وما تحرق الحدود التي ترسمها السياسة. إذن الشعر يرسم وطنا واحدا والأدب يرسم عالما إنسانيا لا حدود له. شعورك ايه بقى قدام الكاميرا كده لما زرت الأهرامات وزرت شارع المعز والنهارده رحت المتحف المصري؟ لا، المتحف أجلت لأكون في استعداد تام وأزوره مكانا وركنا. امبارح في الأهرام كان شعورك ايه وانت قاعدة واقفة قدام الأهرام؟ الحقيقة زائر مصر يحس بعمق الحضارة التي تكتنزها هذه الأرض الطيبة. إذن يحس أنه في أرض الكنانة، أرض الحضارة، أرض الأهرامات بالفعل، أرض الإنسان الذي خلق المعجزة في زمن يكون فيه الإنسان عاجزا، زمن الإنسان البسيط الذي نحت هذا الهرم العظيم والذي بقي شامخا كشموخ كل المصريين. وأحيي هذه الحضارة الحبيبة والتي أعتز أن أكون اليوم على أرضها. شادية القاسمي، مهرجان همسة والدكتور فتحي الحصري قدر يجمع الأدب والشعر والثقافة من المحيط للخليج؟ طبعا هو مجهود جبار أن يستقبل ذلك الكم الكبير من النصوص في مجالات مختلفة ويخرج بزبدة تلك النصوص ليجمع بين أدباء وكتاب من جميع الدول العربية. فبالتالي هو جمعنا اليوم في لمة عائلية عربية. يمكن أن نقول أنه هو جمع الثقافة والإنسان من كل الأقطار لنكون اليوم أسرة واحدة هي أسرة همسة. شادية القاسمي، ألف مبروك الفوز النهارده، ويا رب دايما تبقي فايزة دايما في همسة ودايما منورة مصر. شكرا ليكي. شكرا لكم وشكرا لمهرجان همسة الذي أتمنى أن يستمر على هذا النشاط وفي هذا الضرب ليسلط الأضواء على أدباء. يبدو أن الأدب أصبح مغمورا وأصبح مهمشا وثانويا، إذن لنسلط الضوء على الأديب الذي يصنع التاريخ من زاوية ما. شكرا لحضرتك ومنورانا. الله يخليك. شكرا.